السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم شوربة مليانة بالكولاجين والفيتامينات والكالسيوم، واللي عندهم آلام المفاصل كلش راح تفيدهم هاي الشوربة، لأن طيبة ومفيدة وأيضا مشبعة، يعني تشبع إذا تعتبروها وجبة يعني أساسية كلش طيبة وحتشبعكم. وبها مكون سري راح أقولكم عليه هسه أثناء العمل لطريقة الشوربة. بالبداية عندي قدر أو جدر حنخلي بيه زيت الزيتون، وحنخلي عليه مجموعة من الخضروات اللي عندكم بالبيت. أنا عندي هنا جزر وبوتيتا وبصل وكمية من الكوسة المقطعة كلها تقريبا مكعبات ناعمة. لا تكثرون من البوتيتا لأن بيها شوية سكريات، يعني إيش كمية بسيطة. راح أشوحها على نار عالية وبعدين أغطيها 5 دقايق، وبعدها راح أضيف البهارات. عندي هنا كمية من الكركم والبابريكا والكمون وشوية من الملح. راح أقلبها على نار عالية وبعدين أنصي النار وأغطيها وأخليها على نار متوسطة، يعني نار تكون هادئة بعد ما تذبل عندنا الخضروات. وبعدها راح أضيف المي، عندي هنا مي دافي. راح أضيف المكون السري اللي هو هذا جيلاتين أو المرق السوب للعظم اللي أنا سبق وسويت لكم بالقناة، موجود شوفوها الطريقة. مي العظم أو مي الكسور احنا نسميه بالعامية، كلش مفيد ومليان بالكولاجين. ممكن تستخدموه تشربوه هيجي أو تخلوه ويا شوربة العدس أيام رمضان، إن شاء الله احنا على أبواب رمضان. أو ممكن تضيفوه لشوربة الخضروات، أي شي ببالكم. كلش مفيد للمفاصل واللي يعانون من ألم الركب أو العنقية أو الظهر. تخلون الشوربة على نار هادئة إلى تستوي تماما، وبعد ما تستوي راح أخليها بالخلاط أهرسها، وبعدها أرجعها على نار هادئة وأضيف عليها كمية من الكرفس. هذا الشيء اختياري عندكم. وضفت هنا استكان هيجي أو كوب، نص كوب من اللبن الزبادي، يكون شوية سائل ينطينا شوية نكهة طيبة ودسامة للشوربة، بس هو مفيد. وراح أجهز هنا بالقلاية الهوائية، أجيب خبز الأسمر قطعته ناعم وخليت عليه شوية زيت الزيتون وحمصته بالقلاية لمدة 10 دقايق حتى أزين بيه الشوربة وناكله ويا الشوربة كلش طيب. وهنا ضفت شوية يعني هيجي قطرات من الشطة، هذا الشيء اختياري بس كشكل حلو وطعم للشوربة. وهاي شوربتنا بعد ما خلصت وياكم، كلش بسيطة وسهلة وسريعة. جربوها والله كلش مفيدة، راح تفيدكم ومشبعة وأيضا تنزل وزن. وللعلم هي الكوسة مفيدة للمفاصل وللآلام الفقرات اللي هواية يعانون عندها الناس وحتى الشباب هالوقت هذا، يعني صارت يعني شلون نقول أمراض العصر. إن شاء الله يا رب صحة وعافية، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتدعوا لي عليها. وبألف عافية عليكم وفي أمان الله.